بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم في سلسلة من الأنشطة. نتطرق اليوم إلى نشاط حول الدالة اللوغاريتمية. من خلال هذا النشاط ندرس تغيرات دالة ونستفيد من النتائج المحصل عليها لتعيين دالة أصلية وحساب مساحة حيز من المستوي محصور بين منحني ومستقيمات معطاة. نص النشاط: الجزء ألف، نعتبر الدالة ج المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية بالعبارة ج لإكس يساوي 1 ناقص إكس أس 4 ناقص 3 لن إكس. أولا، ادرس اتجاه تغير الدالة ج على المجال صفر زائد لا نهاية. ثانيا، احسب ج لواحد ثم استنتج إشارة ج لإكس. الجزء ب، لتكن الدالة f المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية بالعبارة f لx يساوي 3 ناقص x زائد ln x على x أس 3. وسي تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس OEG. أولا، احسب نهاية f عند صفر ثم فسر النتيجة بيانيا. ثانيا، احسب نهاية f عند زائد لا نهاية ثم بين أن C يقبل مستقيما مقاربا مائلا دلتا. يطلب تعيين معادلته. ثالثا، ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول التغيرات. رابعا، أنشئ C. ج، نعتبر الدالة h المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية بالعبارة h لx يساوي ناقص 1 ناقص 2 ln x على 4x أس 2. أولا، احسب h فتحة لx على المجال صفر زائد لا نهاية. ثانيا، احسب s مساحة الحيز المساوي المحدد بالمنحني C والمستقيمات التي معادلاتها x يساوي 1 x يساوي e و y يساوي 3 ناقص x. نشرع في حل النشاط. الجزء ألف، لدينا الدالة ج المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية بالعبارة 1 ناقص إكس أس 4 ناقص 3 ln إكس. السؤال الأول يطلب منا دراسة اتجاه تغير الدالة ج. نحسب الدالة المشتقة. لدينا الدالة ج قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد لا نهاية، حيث ج فتحة لإكس يساوي ناقص 4 إكس أس 3 ناقص 3 على إكس، وبأخذ ناقص 1 كعامل مشترك نجد ناقص نفتح قوس 4 إكس أس 3 زائد 3 على إكس. لاحظ عزيزي الطالب أنه من أجل كل إكس من مجال صفر زائد لا نهاية المقدار 4 إكس أس 3 زائد 3 على إكس موجب تماما، وبالتالي ج فتحة لإكس سالب تماما. إذن الدالة ج متناقصة تماما على المجال صفر زائد لا نهاية. السؤال الثاني ويطلب منا حساب ج لواحد ثم استنتاج إشارة ج لإكس. لدينا ج لواحد يساوي بالتعويض في عبارة الدالة ج نجد ج لواحد يساوي صفر. بما أن الدالة ج متناقصة تماما على المجال صفر زائد لا نهاية وتنعدم عند الواحد، إذن تكون دالة ج سالبة من أجل x أكبر من 1 وموجبة من أجل x محصور بين 0 و1 وتنعدم عند 1. الجزء ب، لدينا الدالة f المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية بالعبارة f لx يساوي 3 ناقص x زائد ln x على x أس 3. السؤال الأول يطلب منا حساب نهاية f عند صفر وتفسير النتيجة بيانيا. لدينا نهاية ln x لما x يؤول صفر بقيم كبرى يساوي ناقص نهاية، ونهاية 3 ناقص x لما x يؤول صفر يساوي 3، ومنه نهاية 3 ناقص x زائد ln x على x أس 3 لما x يؤول صفر بقيم كبرى يساوي ناقص لا نهاية. وبالتالي نستنتج أن المستقيم ذو المعادلة x يساوي صفر مقارب للمنحني C. السؤال الثاني ويطلب منا حساب نهاية f عند زائد لا نهاية
وتبيان أن سي يقبل مستقيما مقاربا مائلا دلتا يطلب تعيين معادلته. لدينا نهاية 3 ناقص إكس زائد ln إكس على إكس أس 3 لما إكس يؤول زائد لا نهاية يساوي ناقص لا نهاية، لأن نهاية ln إكس على إكس أس 3 لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية يساوي صفر، ونهاية 3 ناقص إكس لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية يساوي ناقص لا نهاية. والآن نبين أن المستقيم ذو المعادلة y يساوي 3 ناقص إكس مقارب مائل للمنحنى سي عند زائد لا نهاية. لدينا نهاية الفرق f لإكس ناقص 3 ناقص إكس لما إكس يؤول زائد لا نهاية يساوي نهاية ln إكس على إكس أس 3 لما إكس يؤول زائد لا نهاية ويساوي صفر، وبالتالي المستقيم ذو المعادلة y يساوي 3 ناقص إكس مقارب مائل للمنحنى سي في جوار زائد لا نهاية. السؤال الثالث ويطلب منا دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها، ولذلك نحسب الدالة المشتقة. لدينا الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد لا نهاية، حيث f فتحة لإكس يساوي لدينا مشتق 3 ناقص إكس يساوي ناقص 1، إذا ناقص 1 زائد، أما الجزء الثاني هو حاصل قسمة الدالتين، إذا مشتقه يساوي 1 على إكس في إكس أس 3 ناقص 3 إكس مربع في ln إكس على إكس أس 6 ويساوي ناقص 1 زائد إكس مربع ناقص 3 إكس مربع في ln إكس على إكس أس 6. وبتوحيد المقامات نجد ناقص إكس أس 6 زائد إكس مربع ناقص 3 إكس مربع في ln إكس على إكس أس 6. وبالاختزال على إكس مربع نجد ناقص إكس أس 4 زائد 1 ناقص 3 ln إكس على إكس أس 4، أي يساوي جي لإكس على إكس أس 4. لدينا إكس أس 4 موجب تماما، ومنه إشارة f فتحة لإكس مثل إشارة جي لإكس والتي درست في السؤال السابق، وبالتالي يكون جدول تغيرات الدالة f كالتالي: الدالة f متزايدة تماما على المجال 0 1 ومتناقصة تماما على المجال 1 زائد لا نهاية، وصورة 1 يساوي 2 بالدالة f. السؤال الرابع ويطلب منا إنشاء المنحنى CF. نرسم أولا المستقيم المقارب المائل ذو المعادلة y يساوي ناقص x زائد 3، ثم المنحنى CF. لاحظ أن CF يقطع المستقيم في النقطة ذات الفاصلة 1، في المجال 0 1 يكون C تحت المستقيم، وفي المجال 1 زائد لا نهاية يكون C فوق المستقيم. الجزء G لدينا الدالة H المعرفة على المجال 0 زائد لا نهاية بالعبارة H لإكس يساوي ناقص 1 ناقص 2 ln إكس على 4 إكس أس 2. السؤال الأول يطلب منا حساب H فتحة لإكس على المجال 0 زائد لا نهاية. لدينا الدالة H عبارة عن حاصل قسمة دالتين، إذا H فتحة لإكس يساوي مشتق البسط ناقص 2 على إكس في المقام 4 إكس مربع ناقص مشتق المقام أي ناقص 8 إكس في البسط أي في ناقص 1 ناقص 2 ln إكس على المقام مربع أي 16 إكس أس 4 ويساوي ناقص 8 إكس زائد 8 إكس زائد 16 إكس في ln إكس على 16 إكس أس 4. نختزل ناقص 8 إكس مع 8 إكس و16 مع 16 نجد H فتحة لإكس يساوي ln إكس على إكس أس 3. السؤال الثاني ويطلب منا حساب أس مساحة الحيز المساوي المحدد بالمنحنى C والمستقيمات التي معادلاتها x يساوي 1 x يساوي E و y يساوي 3 ناقص x. لاحظ عزيزي الطالب أن المنحنى C فوق المستقيم ذو المعادلة y يساوي 3 ناقص x في المجال 1 E، وبالتالي مساحة
الحيز المستوي المحدد بالمنحنى C والمستقيمات التي معادلاتها x يساوي 1 و x يساوي e و y يساوي 3 ناقص x تساوي تكامل f ل x ناقص 3 ناقص x من 1 إلى e تفاضل x ويساوي تكامل ln x على x أس 3 من 1 إلى e ويساوي h ل x من 1 إلى e إذا يساوي h ل e ناقص h ل 1. لدينا h ل e يساوي ناقص 3 على 4 أسية 2 ناقص h ل 1 يساوي ناقص 1 على 4 وبالتالي s تساوي أسية 2 ناقص 3 على 4 أسية 2 وحدة مساحة أي تساوي بالتقريب 0.15 وحدة مساحة. وهكذا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.